هاي يا جماعة، بيبتدي مسلسلنا مع يان اللي بتكون قاعدة تتفرج على المسلسل، والمسلسل بيكون عن بنت عمياء بتتعرض للظلم وبتتقتل في الآخر من عيلة جوزها البلطجي. ولكن يان مش بيعجبها خالص النهاية، وبتبعت للمؤلف وبتقوله إن النهاية وحشة، فبيرد عليها وبيقول لها أنت تقدري تنهي المسلسل بطريقتك. هو من بعدها بيحصل حاجة غريبة، وفجأة الجهاز بيهنج وهي بيغمى عليها، وبتفوق يان وهي جنب بطل القصة اللي كانت بتتابعها من شوية، وبتستغرب إيه اللي جابها هنا. بتتحرك عشان تعرف اللي بيحصل، وبتسمع جوز أختها وأختها وهما بيتفقوا عليها، وبنعرف إنهم اللي خدروها عشان تقضي ليلة مع جان ابن العيلة الغنية وتحمل منه كده يقدروا يبتزوا العيلة بيها وياخدوا فلوس لما يتأكد الحمل. وبتتأكد يعني إن ده بطل القصة فعلا، وبتعرف إنها في مشكلة لأنه سايكو مهووس ومش بيهمه حد، هو بيقتل حتى من غير تفكير. فبتقرر تاخد لبسها وبتتسحب بره الأوضة من غير ما حد يحس بيها، وبتروح تعمل إشاعة لتحليل الحمل، وللأسف بتطلع حامل فعلا. وبتستغرب من اللي بيحصل وبتكون خايفة لأن دي أحداث قصة المسلسل واللي ممكن تموت في نهايته، عشان كده بتطلب من الدكتور يسقطها، وهو طبعا بيرفض وبيقول لها إن في خطر عليك وإنه ما يقدرش يعمل كده. فبتاخد نتائج التحليل بتاعتها وبتطلع بره، وبتتصدم إن أختها وجوزها بره وبيكونوا مستنيين خروجها ومش بتكون عارفة تعمل إيه. فبتربط قماش على عينيها وبتمثل إنها عمية لأنها في المسلسل عمية فعلا، وبتطلع وفي إيدها التقرير، ولما بيعرفوها بياخدوها بالعافية وبيروحوا بيها على بيت جان عشان يطالبوه بفلوس. وبنشوف جان قاعد مع جدته وبيبلغوا الحارس إن يان برا، وبتطلب 10 مليون عشان الجنين اللي في بطنها، لكنه بيتضايق من طمعها وبيقول للحارس خلص عليها وريحنا منها. وهنا الجدة بترفض وبتقوله خلوهم يدخلوا عشان تقعد معاهم ويتكلموا في موضوع الجواز، لأن في الآخر اللي في بطنها ده يبقى ابن حفيدهم الكبير ولازم يتولد في عز. هو بتكون يان برا خايفة من اللي هيحصل والقصة تمشي زي المسلسل بالظبط، وبكده هي هتموت. وبتقرر تعمل تمثيلية إن بطنها بتوجعها عشان تهرب، وفعلا بتمسك بطنها، ولما قرب جوز أختها منها بتضربه وبتطلع تجري منه، ولكن بتقع ورجلها بتتعور، وعشان تهرب بتقلع فردة جزمتها وبترميها بعيد عشان يعني اللي وراها يفكرها إنها مشيت من الطريق ده. أما هي بتروح تستخبى في عربية جان، وطبعا ما بتكونش عارفة إن دي عربيته، هو اللي بيفضل يحركها عشان توصله، وهي كل اللي طالع عليها استنى لحد ما بيوصل جوز أختها اللي بيشوف الجزمة وفعلا بيبلع الطعم العبيط. هو بتلف عشان تعرف هي ركبت فين، بتتصدم لما بتلاقي جان في وشها وماسك السلاح، وهو بيسألها انتي بتستخبي من ايه، فبتعمل نفسها عمية وبتقوله انها بتهرب من جوز اختها اللي عايز يبيعها. فبيعرفها على نفسه وبيقول لها ان الولد اللي في بطنها ده يبقى هو ابوه، ولو عرف انها بتكذب عليه هيخلص عليها وعلى عيلتها كلها. هو بيتحرك بيها على البيت، هو بيتقابل اول ما بتدخل طفل صغير هو اللي بيبقى اخو جان وابن مرات ابوه اللي لسه متجوزها من كام سنة، ولكن بيكون عيل حربوق زي امه. وبتفتكر يان اللي كانوا بيعملوه مع البطلة في المسلسل، هو بتدوس على رجله قصد عشان تنتقم، ولما امه بتسمعه بيعيط بتجري تزعق ليان، هو بتكون عايزة تمد ايدها عليها بس يان بتتفادى الضربة بذكاء، هو بيكون ردها ليها انها ما كانتش شايفة اللي قدامها. وهنا الجدة بتوصل وبتفض الخناقة بينهم، وبعدها بتطلع يان مع جان لقط، هو بيكون محضر اوراق جوازهم لمدة معينة، ومن بعدها هتتنازل عن الطفل وتسيبه وتمشي، بس هي بترفض وبتقوله انها هتمشي حالا، هو مش عايزة حاجة منه لكنه بيهددها بالقتل لانه مش هيقبل ان ابنه يتربى بعيد عنه. فبتضطر انها تمضي وبتفتكر ان دي مجرد قصة وهتخلص قريب، وبتمضي وهي ساكتة عشان تخلص من المجنون ده. بياخدها بعدها وبيلبسها خاتم في ايدها واللي بيكون كله شوك وبيخلي ايدها تنزف، وبتفتكر يان اللي حصل يوم ما قرب منها، وبتقرر انها تهرب لكنها بتتفاجئ انه لسه في الاوضه، فبترجع تمثل انها عمية تاني عشان ما يعرفش انها بتمثل ويقتلها. وبيروح لها جان اللي بيقول لها على فين، فبتقوله انها هتنام في اوضه تانية عشان ما تعملوش ازعاج، بس بيقول لها هو مش انتي مراتي ولازم تبقي معايا في نفس المكان، هو بيسحبها على السرير. فبتقوله انت هتعمل ايه، بيقول لها دماغك ما تروحش بعيد، انا عايزك تحكي لي حدوته قبل النوم. فبتقوله يا راجل حدوته في السن ده، ولكنه بيطلع فعلا عايز حدوته. هو بينزلها على الارض وبيقول لها تحكي، بتبدا تحكي، فبيقول لها غيريها قديمه، فبتقول في سرها انت باين عليك هتخنقنا زي العيال الصغيره. فبتجيب له قصه تانية وبتحكي له لحد ما بينام، والمسكينه بتنام مكانها على الارض، هو بتسحب الغطا من عليه فبيصحى، هو بيتفاجئ بيها جنبه وكان لسه هيضربها، لقاها بتتكلم وهي نايمه، وبتترجى اهلها ما يسيبوهاش، فبتصعب عليه وبيطمنها، هو بيحط ايده على راسها وبيدخل الحارس في الوقت ده اللي بيستغرب من الوضع،
وجان بيزعقله لأنه دخل بدون إذن. هو بيعرف الحارس إن الكل مستنيهم تحت على الفطار، فبيجهزوا وبينزلوا يفطروا مع الجد والجد. والجدة بتقول ليان تاكل كويس عشان حفيدهم وتحاول تخف خناق مع حفيدها المفتري ده عشان الإشاعات ما تطلعش عليهم. بس جان بيقول لها سيبك من كلامها لأن هفضل أكرهك في عيشتك طول الوقت. هو بيقوم جان وبيسيب الأكل، هو بتفضل يان مع الجدة اللي بتديها ورث العيلة من اليشيم، ولكنها بترفضه لأنه غالي جدا. بس الجدة بتعرفها إنها بنت العيلة دلوقتي ولازم تاخده، وبتترجاها تساعد جان إنه يتغير وتقف جنبه. وبتطلع بعدها تتمشى في الجنينة مع الخادمة الخاصة بيها، ولكن جيانج مرات أبو جان بتكون بتراقبها من بعيد وبتسلط الخادمة اللي معاها تسرب يون خادمة يان لحد ما تنفذ حاجة في دماغها، وفعلا بتقول لها تكلم الجد وهي تاخد بالها من يان. هو بتبدأ تسحب يان لحتة تانية وبتحس يان إن في حاجة غلط، وفعلا جيانج بتسلط ابنها وبيروح يخبط يان عشان تقع وتنزل الطفل. هو فعلا بيوقعها وبتروح جيانج بتضربها في بطنها عشان تسقطها ويكون ابنها هي الوريث الوحيد للعيل. بيوصل جان في الوقت ده اللي بيشوف اللي حصل فبيضحك ضحكة مخيف، وجانج بتقول شفت هخدمك وخلصك من الطفل الغير شرعي ده. هو بتكون فاكراه مبسوط باللي هي بتعمله، ويان بتترجاه يساعدها، ولكنه فجأة بيتحول وبيخنق مرات أبوه وبيقول لها إن اللي يفكر يأذي ابنه هيقتله ويمحيه من على وش الأرض. هو بيأمر الحارس إن ياخدها يربيها شوية عشان تعرف إزاي تقرب من حد يخصه. وبعدها بيشيل يان وبيطلع بيها على فوق، ولما بتصحى بتلاقيه غير لها الهدوم وبتجيلها يون بعدها وبتتأسف لها لأنها سابتها لوحدها. ويان بتطلب منها خدمة عشان تحافظ على حياتها. هو بتعرفها إنها بتشوف بس خايفة تتكلم لحسن جينج تأذيها، وبتطلب منها تساعدها في خطة عشان تبعد بيها عن البيت ده. هو بتمثل معاها يون إنها بتكلمها عن جان، وبتقول لها يان إنها بتحبه جدا بس بتخاف من عصبيته مش عايزة تفضل هنا عشان حياتها وحياة الجنين في خطر. هو بيسمعها جان اللي بيحس إن في حد أخيرا بيحبه، وبيدخل بعدها جان اللي بيسألها لو الكلام اللي قالته ده بجد، فبتقوله أنا عارفة إنك مش هتصدقني. فبيقرب منها جان وبيقول لها سواء صدقت أو لأ بس الدور اللي انت لعبتيه عجبني. وهنا ين بتتصدم لأنه عارف إنها بتمثل. وبتوصل يون في الوقت ده وبتعرفه إن أبوه تحت وعايز يشوفه وهو معاه حرس محوطين القصر. فبيسحب جان سلاحه وبيقول لها كويس إنه جه. وين بتخاف منه ومن تهوره وبينزل بيها هي والسلاح تحت، ولما أبوه بيشوفه بيزعقله لأنه جاي يقابله بالسلاح. هو بيسأله فين جينج لأنها اختفت، فبيقوله جان إنه ما يعرفش هي فين، بس الأب بيهدده لو ما قالش على مكان مراته هياخد يان بدلها لحد ما تظهر. هو بينادي للحراس اللي بيحاوطوا يان وجان. هو في الوقت ده جان كان لسه هيسحب سلاحه، بس يان بتهديه وبتقوله إنها تعبانة وعايزة تروح تطمن على الطفل، فبيشيلها وبيمشي بيها من وسط الحرس ومحدش بيقدر يقرب لهم. وبعدها بنشوفهم وهي نازلة من العربية وبيشيلها جان تاني وبياخدها الشقة لوحدهم عشان تكون بأمان بعيدة عن أبوه حراسه. وبيطلع بيها على أوضة النوم وبيقرب منها، فبتفكره إنها حامل والطفل ممكن يتأذى، لكنه بيكون مصمم يقرب منها فبتضربه عشان يبعد. فبيبعد عنها وبيقولها إنها كدابة عشان لو بتحبه بجد هتخليه يقرب منها. فبتمثل يعني إنها بتعيط وبتقوله إنها عايزة الحمل يستقر الأول، وبعدها بقرب براحتك واعمل اللي انت عايزه. وبتقوله إنها عارف لو سقطت الجنين دلوقتي هو هيطردها برا حياته للأبد ومش هيكون مهتم بيها تاني. فبيسيبها جان وبيمشي وهي بتفرح لأنه أخيرا حل عنها، ولكن بتتصل بيها الجدة عشان تروح تقابلها. فبتروح لها فعلا وبتعرفها الجدة على طفولة جان القاسية. هو بتقول لها إنه تاه زمان من عيلته 15 سنة اتعذب فيهم، هو بقى قتال قتلة وهو لسه طفل ما كملش 20. هو بسبب عنفه وتهوره ده أبوه رفض يسلمه ورث العيلة وحتى ورث أمه اللي ماتت بقهرتها عليه بعد ما تاه منهم، وعايزاها تساعده عشان يتغير ويهتم بالشغل وبعدها ياخد الورث من أبوه، وبكده هتموت وهي مطمنة عليه. فبتقول لها يان وبتطمنها إنها هتنفذ اللي هي عايزاه، ولكن بشرط لو جان فعلا اتغير واستلم ورث العيلة تساعدها تمشي من هنا وتتطلق منه. فبتوافق الجد وبترجع بعدها للبيت وبيسألها كنت فين، فبتعرفه ان الجدة طلبتها وبتسأله بعدها عن مشكلته مع ابوه. فبيعرفها ان مشكلته مع ابوه مش هتتحل، وبتقترح حاليا انها ممكن تتحل لو سابه من شغل البلطجة ده وبقى يشتغل شغل العيلة وتحمل المسؤولية، ووقتها ابوه هيثق فيه وهيسلمه الورث، وكمان هي هتبقى مطمنة على ابنها في المستقبل. لكنه بيرفض تماما فكرتها وبيقول لها انه مش بتاع شغل شركات والكلام ده، انما اجرام وبس، وما بيعرفش يعمل حاجة غير شغل العصابات والاجرام. هو لو عايزة تعيشي معايا على كده اهلا وسهلا،
يان مش عاجبك هتعيشي برضه غصب عنك. هو بيسيبها بعدها وبيمشي، فبتتصل على الجدة وبتعرفها إنها كلمته في الموضوع. هو باين عليه إنه مقفل على الآخر، فبتقول لها الجدة تحاول معاه تاني، ما هو مش من أول مرة يعني. هو بتروح له بعدها يان للمكان اللي بيسهر فيه، هو بتطلب تقابله، فبيطلع لها شينج صاحب المكان واللي بيقول لها تمشي من هنا لأن جان نايم ومش بيصحى حاليا، لكنها بتعرفه إنها تبقى مراته وحامل منه، فبيوسع لها على طول. وبتكون طبعا لسه عاملة نفسها عمي، وبتدخل يان المكان وبتلاقيه فعلا نايم وفي بنت جنبه بتحاول تتقرب منه، بس بيصحى جان وبيديها على دماغها عشان قربت منه من غير ما تستأذنه. هو بتروح بعدها يان تكلمه تاني، هو بتطلب منه يرجع معاها البيت، لكنه بيقول لها لو هتتكلم في نفس الموضوع تاني يبقى الأحسن تسكت، فبتعرفه إنها هتفضل تتكلم ومش هتستسلم أبدا. وهنا جان بيتعصب وبيقوم وبيرمي التلج على الأرض. هو بيقول لها طب إيه رأيك لو مشيت على التلج ده من غير ما تقعي هنفذ طلبك. هو بيقوم في الوقت ده حد تاني، هو بيرمي جردلين تلج هو كمان عشان يزود التحدي بينهم، والكل بيكون شايف وسامع اللي بيحصل. هو بيجبرها الشخص ده إنها تقلع جزمتها عشان تمشي على التلج، بس بترفض وبتلبسها تاني وهي متضايقة من جان اللي سايب الكل يضايقها ومش غيران عليها. هو بسبب عدم رد فعله بيتجرأ واحد من أصحابه إنه يمسك يان من قميصها عشان يحط لها تلج جوه لبسها. وهنا أخيرا بيتحرك جان، هو بيديله خبطة على دماغه. هو بيساعد يان اللي كانت بتعيط، بس رد فعلها هي اللي كان صدمة للكل لأنها بتضربه بالقلم. ولما بيسألها إذا كانت واعية للي بتعمله ده فبترد عليه بقلم تاني، فبيفقد الأخ أعصابه وبيشيلها وبيطلع بيها على العربية، لكنها بتفضل تقاوم وبتقوله يبعد عنها لأنه ما عندوش شرف وقبل إن حد يلمس مراته وهو واقف. وهنا بيفقد التحكم في أعصابه على الآخر وبيرميها بره العربية وبيسيبها وبتمشي لوحدها في وسط الطريق. هو بيكون في الوقت ده في عربية تبع أبوه مراقباهم، ولما بيشوفوها ماشية لوحدها بيجروا وراها بالعربية وبيخطفوها. وفي الوقت ده الحارس بيعرف جان إن يان نسيت تليفونها وشنطتها وأكيد مش معاها فلوس تركب ولا تتصل بحد، فبيقولوا يرجع بسرعة، ولكنهم مش بيلاقوا غير جزمتها والرباط اللي كانت بتحطه على عينيها. وهنا بيكتشفوا إنها اتخطفت. هو بياخد جان العربية بسرعة لوحدها، هو بيطلع بيها ورا العربية البيضاء اللي قبلوها، وشك إن يان فيها لأنها العربية الوحيدة اللي عدت من الطريق ده. وهو فعلا بيحصلها وبينزل منها أخو جين اللي بيعرفه إنه أخد مراته لحد ما أخته تظهر لأنه متأكد إن هو اللي خطفها. هو بيتخانق معهم جان ويان اللي كانت بتحاول تفك نفسها. هو بيكون الحارس طلب من شانج يوصله، هو بيوصل على آخر لحظة قبل ما واحد من رجالة أخو جانج يضربه على راسه، بس بنكتشف إن اللي أخد الضربة مكانه كانت يان اللي وقفت ودافعت عنه وخدت الضربة على دماغها وأغمى عليها. وبعد يوم في المستشفى بنشوفها والدكتور بيفحصها، ولكن المشكلة بيكون عندها رد فعل بعينيها والمفروض إنها عمي يعني ما تديش أي رد فعل. فيان بيسأل الدكتور لو ده عادي، هو بيقول له أيوة لو كانت اتصابت بالعمى بعد الولادة مش مولودة بيه يعني يبقى ما فيش سبب يمنع الشفاء وممكن ترجع تشوف تاني عادي. هو طبعا هي بتكون فائت وعرفت إنها مش هتعرف تكمل في كدبتها دي، فبتقوم وهي فرحانة وبتقول لجان إنها أخيرا فتحت. هو بيتكلم شانج فبيستغرب جان إنها عارفاه وبيسألها اتعرفت عليه ازاي وهي عرفته وهي عمي، يعني المفروض هي ما شافتوش قبل كده. فبتلحق نفسها بسرعة وبتقوله إنها عرفته من صوته ومن ريحته، فبيغير عليها جان وبيطرد شانج اللي طلع يجري وهو خايف. أما في بيت كونج أبو جان بيسأل رجالته لو نجحوا في خطف يان، فبيقولوا له على اللي حصل وبيتعصب طبعا وبيكون عايز يعرف مكان مراته فين، لحد ما الخادمة بتعرفه إنها رجعت، فبيجري يطمن عليها وبيلاقي شكلها متبهدل ومرعوبة على الآخر. فبيسألها كونج إيه اللي حصل ومين اللي عمل فيكي كده. وبنرجع للمستشفى تاني وبنشوف يان اللي بتسأل جان لو غيران عليها من شانج، فبيطرد الدكتور هو كمان بره علشان ياخدوا راحتهم في الكلام. وبعدها يان بتتأسف له على الألم اللي ضربته له، لكنه بيمسكها من رقبتها وكانت فاكراها يضربها، لكنه بيقرب منها وبيقول لها إنه مستعد يتغير ويمسك أعمال العيلة وشركاتها عشانها هي بس. فبتطير هنا من الفرحة ومن فرحتها بتقوم تحضنه وبتقرب منه وبتعرفه إن أول خطوة ليه إنه يكسب ود أبوه ويثبت له إنه ما خطفش جينك، لكنه بيعرفها إنه خطفها فعلا. فبترد عليه وبتقوله مش مشكلة أنا عندي الحل، وبتبص على شنطة المكياج. وبنرجع تاني لكونج اللي عرف من مراته إن رجالة ابنه جان رموها في أرض كلها تعابين، ولكن بعدها بتتفاجئ بجان داخل ويان مسنداه وبينزف وشكله متبهدل أكتر من جين.
جينج. فبيسألوا الأب لو فعلا رمى مراته في أرض كلها تعابين، فبيقولوا مستحيل، ده أنا كده بسببها. وبتتكلم بعدها يان بداله وبتقول إن جان حكالها على اللي حصل، وإن جينج اللي دخلت الأرض لوحدها بالغلط وهو كان بيحاول ينقذها. هو بيصدقوا الأب لأنه شكله متبهدل وبينزف، هو بكده مستحيل يكون بيكذب عليه. هو جينج طبعا بتكدبه، بس يان بيرد إنه عايز يصلح علاقته مع أبوه. وهنا جينج بتحاول تطلعه وحش، وده كله لأنها مش عايزاه يمسك الشركة وعايزاه يفضل بعيد عشان ابنها يكوش على كل حاجة. هو بتقوله إنه فاشل ولو مسك الشركة هيخسرها، بس الأب هنا بيرد عليها. هو بيقولها إن هيوليه منصب مدير لشركة ترفيهية، ولو قدر يدخل الشهر ده زي الدخل العادي للشركة هيتنزل له عن كل ورثه، ومش بس ورثه هو، كمان ورث أمه. هو طبعا الجدة بتكون مبسوطة وبتدعم. هو بتمثل يانا الدور الصح على الأب اللي بيصدق إن فعلا ابنه اتغير. وبيطلعوا بعدها لأوضتهم عشان جان يغير هدومه، ويان بتديله مزيل مكياج عشان يشيل الآثار اللي على وشه، لكنه بيسحبها معاه للحمام عشان تنضفه بنفسها. وأثناء ما هي بتنضفه بيسألها إزاي قدرت تقنع أبوه إنه يتولى الشركة، فبتعرفه إن أقوى سلاح عندها هو تمثيل. بيمسكها جان من إيدها وبيقولها تمثل على أي حد إلا هو، لأنه لو اكتشف إنها بتمثل عليه هيأذيها. وبعدها بقى بيشوف يان وهي بتطبخ سمك، لكن السمكة بتكون صحي. فبيسألها انت بتعملي ايه، وبتقول له هقلي السمكة دي. فبيتريق عليها لأنها ما غسلتهاش ولا حتى نظفتها. وبياخدها منها وبينظفها وبيغسلها هو وبيطبخها كمان، وهي بتاكل على الجاهز. وبيتكلموا بعدها عن طريقة عشان يقدروا يحققوا أرباح في الشركة ويحقق الشرط اللي أبوه حطهوله. ويان بتقوله إنهم لازم يعرفوا نقطة ضعف كل واحد من اللي شغالين في الشركة عشان يكسبوا مساعدتهم. هو بنروح لجيانجا بعدها اللي كانت بتتخانق مع ابنها الصغير عشان يبطل لعب ويعمل حاجة مفيدة عشان يورث الشركة، لكنه بيتضايق وبيقول لها إن جان هو الكبير والطبيعي إن هو اللي يدير الشركة. بترد عليه جينج وبتقوله إنها هتثبت لكونج إنه فاشل علشان تكوش على الورث لوحدها. وتاني يوم بقى في الشركة بيكون الكل منتظرين قرارات جان الجديدة للإدارة، ولكنهم خلاص زهقوا عشان بقيلهم ساعتين مستنيين. هو جان بيسلم كل واحد منهم ملف مهم في الإدارة الجديدة، وهم على طول بيعترضوا عليه، بس جان بيعرفهم إنه يعرف كل مصايبهم وهيحبسهم لو مش ناويين يتعاونوا معاه. فبياخدوا الملفات وبيتحركوا على مكاتبهم على طول. بس بيتصل واحد منهم بجينج وبيعرفه إن جان غير طريقة الإدارة كلها وتقريبا لغى وجودهم. فبتطمنه وبتعرفه إنها تعمل المستحيل عشان تثبت إنه فاشل. وفي الشركة بقى بنشوف إن في برنامج هيتصور، ولكن بتوصل بنت بتكون ممثلة صغيرة لسه واسمها ليه واللي بتقرب من جان. وهنا يان بتتضايق وبتسألها لو لبسها ده هينفع تطلع بيه وتكون واجهة للبرنامج بتاعهم. وهنا جان بيعجبه كلامها لأنه بيفتكرها غيران عليه، وبيسألها لو قالت كده البنت عشان غيران. فبتقوله لا طبعا، أنا بس عايزة الناس لما تشوفها ما تقولش إن الممثل بتاعنا مش محترم. فبيتعصب جان وبيقول لها ماشي. هو بيروح يسهر مع أصحابه وبيسمع واحد منهم بيشتكي لشينج من حبيبته اللي بعد ما أخدت فلوسه هربت وسابته، لكنه لسه بيحبها. هو مش عارف يوصل لها تاني. فبيروح جان وبيسألهم ايه اللي بيحصل، وشانج بيحكي له على اللي حصل كله. فبيشك ان يان بتساعده عشان تستولى برضه على فلوسه. هو بعدها تمشي وتسيبه، وهنا بيقرر يعمل لها امتحان. هو في الوقت ده هي بتكون في الشركة، هو بيحاول واحد من الموظفين يتحرش بيها وهي بتدافع عن نفسها. ولما بيوصل جان بتحكي له اللي حصل، وهنا الشاب بيتهم يان ان هي اللي حاولت تغريه الاول، لكن جان بيقفل عليهم الباب. هو بيضربه علقة موت. هو بيطلع بعدها ليان بس مش بيصدقها وبيسألها لو لقيته أغنى منه عشان كده اتقربت ليه. وهنا يان بتتضايق منه. هو بتقوله لو مش مصدقها يراجع الكاميرات. هو فعلا بيروح يشوف الكاميرات. هو بيلاقي إنها بريئة وهو اللي قرب منها الأول، ولكن طبعا هي بتكون خلاص صعب عليها لأنه شك فيها. هو بكده لو حصل أي حاجة تاني عمره ما هيصدقها طالما مفيش دليل. هو أكيد كده مش هينفعوا يكملوا مع بعض. هو بيقول لها ملوش لازمة الكلام ده، هو إن أنا ما عملتش كده عشان بشك، والغيرة هي اللي حركتني علشان بحبك. هو بيحذرها بعدها إنه يمسك عليها دليل بالخيانة وإلا مش هيرحمها لأنه حبها خلاص. وبعدها بأيام بقى بنشوف جان وهو عامل مؤتمر يستضيف فيه الممثلة ليه، وهو بيستناها تظهر عشان يعلنوا عن العمل الجديد مع بعض، ولكنها مش بتظهر. وفي الوقت ده بيظهر خبر إن ليا وجان على علاقة سوا، وإن في صور منتشرة ليهم، بس يان بتقول لهم يدوها نص ساعة بس وهي هتثبت لهم إن كل ده كذب وإشاعات، وبتطلب منهم يستنوا هنا. وفي الوقت ده بتكون ليا مع الأربع مدراء اللي بيكونوا حابسينها وهددوها عشان ما تروحش المؤتمر وتدمر سمعة جان، وكل ده بيكون تحريض من جينج مرات أبوه. هو لكن جان بيعرف مكانها، هو بيقدر يكتشف لعبتهم هو ويان. هو بيجيب لهم مجموعة من البلطجية يضربوهم وهو كمان بيضرب معاهم. وبعدها
بيرجعوا للمؤتمر مع ليا، ولكن بتعلن يان إنها لغت الاتفاق مع ليا لأنها رغم اللي حصل كانت متفقة مع المدراء وناوية تقبض منهم تمن الفضيحة، عشان كده هتعمل معاها مسرحية تانية عشان العقد اللي بينهم. إنما المسرحية الكبيرة هتكون من نصيب ممثلة مشهورة جدا واللي بتوصل مع جان للمؤتمر، والكل بيتلم حواليها عشان يتصوروا معاها وبينسوا ليا تماما. بعد الأحداث دي بيرجع جان ويان للبيت وبيتكلموا في اللي حصل، ويان بتفكره بالاتفاق اللي ما بينهم في عقد الطلاق، لكنه بيقولها تنسى خالص إنه هيسيبها أو إنهم ممكن في يوم من الأيام يتطلقوا. هو بيكملوا حياتهم وبتعدي بعدها شهور وبيجي يوم ولادة يان، هو بيكون جان واقف بره خايف عليها هو مستني خبر لحد ما الدكتور بيخرج أخيرا وبيطمنه إنها ولدت وهي والطفل بخير، لكنه بيطنش الطفل خالص وبيدخل عشان يطمن عليها، بس الممرضين بيخرجوه عشان يكملوا شغلهم. وبتعدي شهور تاني بعدها وبنشوف يان في بيتها، وجان بيكون اتحول لرجل أعمال خلاص بدل قتل، لكن علاقته مع يان اتغيرت تماما لأنها بقت تبعد عنه، وكل ما يحاول يقرب منها تبعده هي، والحجة إنها تعبانة وخارجة من ولادة. وجان بيتعصب، هو بيقول لها إن عدى على الولادة كتير وهو راجل ومحتاجها، ولو فضلت كده هو هيخونها وهو مش عايز يعمل كده، لكنها بتسكت. هو ده بيعصبه أكتر، وفجأة بتشتكي يان بمغص شديد في بطنها، فبيطلب لها جان الدكتور، وبعد ما بيخلص كشف بيطلب من جان يتكلموا سوا بره، وبيعرفوا إن يان عندها مرض يمنعها عنه ومالوش علاج وهتتعب لو قرب منها، بس جان مش بيصدقه وبيقوله إن لو في مرض زي ده أكيد له علاج، بس هو لا دكتور فاشل وهيشوف حد تاني يعالجها، وطالما مش عارف يعالج الناس يبقى إيده تتقطع أحسن. هو بيدخل بعدها ليان ومش بيحاول يبين قدامها حاجة لأنه بيكون مصدق كلام الدكتور، وهي لما بتحاول تقرب منه بيقول لها ترتاح أحسن، هو بيشيلها يحطها في السرير وهي بتكون زعلانة لأنها بعيدة عنه لكنها ناوية تمشي. وبعد سنة بنشوفها مع الخادم اللي بتقول لها إن جان اتعرف على بنت وبيخونها معاها، والمفروض إنها تحاول ترجعه ليها، بس بتقول لها إن هي اللي سابته وكمان هتطلق منه، يعني طبيعي لازم يشوف حياته. وبتفتكر يان اتفاقها من سنتين مع حماها اللي كان كاشف لعبتها هي وجان، هو لكنه حب إن ابنه يتغير ويمسك أملاكه، عشان كده سابها معاه لحد ما يتحسن ويكون قد المسؤولية. هو لكن بعد ما يستلم الورث وابنها يتم الرضاعة كان الاتفاق إنها تسيبهم وتمشي لأنها مش من مستوى عيلتهم، وهي ساعتها وافقت عشان هددها لما وافقتش مش هيسلم جان أي حاجة من الورث. وأخيرا جه اليوم اللي خلاص هتمشي فيه، ورغم حزنها إلا أنها قررت تضحي عشان جان، وبنشوفها واخدة شنطتها وماشية وسايبة رسالة لجان بتعرفه إنها هتمشي، ولكنه لما بيوصل وبيقرأها بيتجنن، هو بيطلع يدور عليها في كل مكان، هو بيتصل بيها كتير وما كانتش راضية ترد لحد ما سواق التاكسي قال لها ردي عشان الصوت ده صدعني. هو أول ما ردت طلبت منه إنه ينساها ويعيش حياته، ولكنه طبعا مهتمش بالكلام ده وقرر إنه يحدد موقعها. هو بيحصلها بعربيته، هو بيوقف التاكسي وبينزلها وبياخدها بالعافية، هو بيسألها ايه اللي انت بتعمليه ده وبتهربي ليه، فبتقول انت بتحب واحدة تانية وانا في الاخر مريض ومش هقدر البي احتياجاتك. هو بيقطع كلامه واحد رزق لان جان بيكون معطل الطريق قدام، فبيتعصب جان وبيهدده بالسلاح، فبيقول له الراجل خد راحتك الطريق طريقك يا باشا. هو بيرجع يكمل كلامه مع يان وبيقول لها انه بيحبها وهيفضل معاها العمر كله لحد ما تتعالج، والبنت اللي شافت رسايلها مزيفة وكان عايزة تحس بالغيرة مش اكتر، وهو مش ناوي يسيبها ابدا، وجوازهم هيكمل العمر كله. ولحد هنا يا حلوين المسلسل بتاعنا خلص، لو عجبكم الملخص ما تنسوش تعملوا له لايك وكمان اشتركوا في القناة.